اللي عايز اقوله مش الامر دفاع عن طاغوت او عن طاغيه او عن حاكم قد كفر الى اخر هذه الامور. انا بقول يا جماعه تكون المصلحه اعظم نفسها. طب خلاص قضاء الله نافذ يا استاذ محمد. نعم. وحصل اللي حصل. نعم. نسيب الناس تتذبح؟ لا. نسيب المفسده تعظم؟ ابدا. كان الحل ايه؟ حل قدامك الا وهي وجوب قتال من خرج على ولي الامر وشق عصا الطاعه ورفع عقيرته على من ولاه الله تبارك وتعالى امره. يقول الله زي ما بقول لك الاتحاد الافريقي في دوله كذا راحوا اجبروا فلان انه يتنحى، يقوم رايحين له احنا نضمن لك حقن الدم انت واسرتك وتتنحى. ليه؟ لان الموضوع مش هينتهي والدم هيفضل يراق. ونضمن لكم يا شعب السلامه باذن الله جل وعلا ان الرجل يتنحى. يجب على المسلمين اذا استنفرهم الامام عندما تشق عصا الطاعه طائفة وتكون لهم شوكة يريدون أن ينازعوا الإمام أمره، يجب على المسلمين إذا استنفرهم الإمام أن ينفروا معه وأن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية التي شقت عصا الطاعة حتى تفيء إلى أمر الله. إن القذافي لا يحكم الآن إلا 5% من ليبيا، هذا الخبر اليوم أحد المساعدين، وبدأ الجميع يتخلون عنه. المكان الفلاني افعل لا تفعل، ما يدري انه يمكن يكون هو الجنازة الأولى في ذلك اليوم. وليعلم الناس أن مصلحة حفظ الأمن مقدمة على 100 جمجمة. الناس كل الناس، وأتكلم على سبيل المثال عن بلادي، نحن بفضل الله عز وجل في مجتمع فيه فقراء كثير وفيها أغنياء وحسنانه هو الآن يهتك الأعراض ويجلب أعدادا من المرتزقة والنصارى والوثنيين لأجل أن يثبت بهم حكمه، وما يدري أن الله تعالى قد من قبل قوة دفاع البحرين حفظ النظام لمنطقة، ليس الجيش وعمره ما جيش مملكة البحرين أو قوة الدفاع وجهت أي سلاح أو لا أقدر أقبل أي إيحاء أنها وجهت أي سلاح إلى المواطنين. هذا هو جيش البلد، يحمي البلد ويصون مكتسبات ويصون المواطنين ويحقن الدماء. والله ما هم إلا مرتزقة في منطقتنا هنا، في منطقة الخمس ليلة الأمس قد تم القبض عن عملاء من تونس والجزائر والسودان، وهذه أخبار موثوقة. لحظة أحمد، أنت تتحدث الآن المرتزقة، من أي فئة تصفهم أنت؟ ضد النظام، يريدون لحظة المرتزقة أنت تقصد أنهم دخلوا إلى ليبيا ضد النظام ولا المرتزقة مع النظام؟ ضد النظام، والله ما يريدون إلا الخراب هذا البلد، والله ما يريدون إلا خراب هذا البلد. يا أحمد جاك تسلم. نعم. حدث الناس بما يعقلون. يعني كل وسائل الإعلام يا أخي تحدثت عن المرتزقة الذين بدأوا يضربون في الشعب. يعني اليوم طائرات تضرب الناس في مدنهم وتقصف الناس والصور تنقلها. يا أخي الصورة تغني عن 1000 كلمة حينما نراها. ثم نأتي نقول أنه والله أن هؤلاء مرتزقة. الآن المرتزقة صار الشعب والحاكم لم يكن معه مرتزقة كما نشرت الصور. شكرا لك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تعالى هو الذي يعز من يشاء، لن يعزه ماله ولا سلطته ولا أنصاره ولا أصحابه الرائعة التي أراها الآن. لو أنهم دعوني وأنا الزغبي الآن أقسم بالله يا أسامة لأجبتهم بحمل السلاح ولكنت أول من يقف في الصف. ربما واحد يضحكوا لك ايه ده شيخ. ليست مروءة أن تأتي إلى شعب أعزل ثم تقتلهم. إن كنت رجلا
فأعطهم سلاحا وقابلهم رجلا أمام رجل. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه، يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. وقال عبد الله بن عمر كما عند مسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الكعبة، قال فقال لها: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. إن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. وقال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. رجاله كده، اما هم رجاله كده ما يروحوا يحرروا. لما هم لو فيهم ذره من نخوه او من رجوله يثبتونها على اليهود. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. فأين أولئك الذين يمدون بعضهم بعضا بالسلاح؟ أين أولئك الذين يخدمونه لقتل المسلمين هناك؟ أين هم؟ أين دينهم؟ أين إسلامهم؟ أين حميتهم؟ أين مروءتهم؟ ليست مروءة أن تأتي إلى شعب أعزل ثم تقتلهم. إن كنت رجلا فأعطهم سلاحا وقابلهم رجلا أمام رجل. أما أن تأتي إلى عزل، إلى ضعفاء وفقراء وإلى الصغار ونساء ثم تشهر سلاحك أمامهم وتجعل نفسك قويا بهذا. إن من مروءة العربي ألا يفعل مثل ذلك. إن لم يكن دين يردعك فالعروبة التي تتغنى بها في كل يوم ينبغي أن تردعك. تستأسد على هؤلاء الضعفاء. اضربني ما عليه، الحكم عند الله، الحكم عند الله. إلى قواتنا الباسلة، إلى درع الجزيرة، نرفع لكم العقال تقديرا وتبجيلا واحتراما لما تقومون به من أمن هذه البلاد بعد الله تبارك وتعالى، ونقدر هذه الفزعة المباركة، ونقدر هذا التدخل المبارك. وكذلك ليست مروءة أن تأتي إلى شعب أعزل ثم تقتلهم. إن كنت رجلا فأعطهم سلاحا وقابلهم رجلا أمام رجل. الآن يعني ما يجري الآن الحقيقة من مجازر لا يمكن يقبل به أي حالب حتى لو أخطأوا، يعني حتى لو أخطأ الشعب. مثل هذا الخطأ يحتاج إلى علاج بالرفق والحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم. بس خلي بال حضرتك شيخنا، يعني هذا الرجل يرد عليهم، نعم، هم يردون على أنفسهم. وإذا فتحت قناة الجماهيرية الليبية فلا ترى إلا غناء ورقص شعبي، والناس يقتلون في الشوارع. ويانا
عدى 3 ساعات ويانا والحين هذا جثة مطروحة هامدة يتمازح ويانا قبل 3 ساعات في الواد في نصان. وفتحت البارات والمراقص وسجن أئمة المساجد وصارت الراقصات والعاهرات يطفن في الشوارع كما يردن، فمن قال لا إله إلا الله سجن، ومن عظم له شأنه وجاء وركع وسجد بين يديه عظمه كما كان يفعل فرعون. فنادق الدعارة شفت لا خلينا نقول محلنا أحسن لنا، ما في فائدة اللجنة ولا قادر وزير الداخلية ولا وزير الإعلام ولا أحد الجيرة دي قادر على وقف هذه الدعارة مع الرئيس. هذه أمانة في رتبة بجلالة الملك حيث نحملها أمام الله سبحانه وتعالى على الوضع المزري اللي حصل فينا مع الرئيس. والله العظيم بنات 18 سنة 16 سنة طبوا في مطب الدعارة، وهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى سوف تحملها جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد ثم وزير الداخلية ووزير الإعلام وكذلك الحكومة. والله أنا خايف من البحث تنغرق مع الرئيس، والله العظيم يأتي أمر الله سبحانه وتعالى علينا جميعا ونتخسف كلنا والساكت عن الحق شيطان أخرس.